السلام عليكم. احنا امبارح فشلنا في ان احنا نطلع اللايف ده مع بعض. وانا في الحقيقة برضو انا دايما بتواجهني نفس المشكلة. انا مش عارف اللايف كده اشتغل ولا لا. هنستنى كده لدقايق معدودة، وكده كده ان شاء الله هنسجل اللايف وهننزل بيه كريلز او فيديوهات مختصرة. كنا احنا حابين نتكلم، او انا كنت اقترحت ان احنا نتكلم عن موضوع. كنا حابين ان احنا نتكلم عن موضوع الاجور و... وعدالة الاجور وايه المينيموم، وليه اشهر سؤال هو ليه يومية الصنايعي مثلا، مع كامل احترامي طبعا لكل المهن على راسنا كلها من فوق، ليه مثلا ممكن تبقى يومية الصنايعي في وقت من الاوقات اكتر من اليومية اللي بيتقاضاها المهندس في الموقع. مبدئيا خلينا موقنين او كلنا نتفق على حاجة، ان احنا كلنا في بداية حياتنا العملية احنا بيبقى ما عندناش الخبرة الكافية، بالعكس. وهنا خلي عشان يبقى الكلام واضح، احنا هنا بنتكلم على بيئة الكونستراكشن، او على الوظائف والشغل اللي بيجي للمهندسين، فئة المهندسين في مجال الكونستراكشن. ممكن بقية الفئات او بقية المجالات انا ما عنديش عنها فكرة وليها وضع مختلف، بس انا هتكلم في الشيء اللي انا اعرفه واللي انا جربته. باختصار كده خلينا نتفق ان الاجر اللي احنا بنتقاضاه في اي شغل احنا بنشتغله هو مقسوم لحاجتين. الحاجة الاولانية هي عشان احنا بكالوريوس هندسة، او عشان احنا مهندسين. وان كان برضو انا مش بقلل ولا قصدي حاجة بالكلام اللي بقوله، بس برضو خلينا متفقين هي شغل زي اي شغل. يعني مش عشان انا دايما بلاقي طريقة كده في طرح الكلمة دي وكأني يعني حصل على بكالوريوس هندسة هي نهاية المطاف أو نهاية العالم. الكلام ده مش حقيقي تماما. هو شغل زي أي شغل، احنا بنشتغل عشان نقبض بس في نفس الوقت بنراعي ربنا في شغلنا وبنتحمل المسؤولية والأمانة اللي بنقول إن هي بتبقى على عاتقنا يعني. فلو احنا خلينا نقول في البداية إن احنا الأجر ده هنعتبره وكأنه هو مقسوم على جزئين. الجزء الأولاني منه إن إحنا معانا بكالوريوس هندسة، وده الجزء الأصغر. الجزء الأكبر من الأجر اللي إحنا بناخده هو بناء على الخبرة. كل ما خبرتنا بتزيد كل ما أجرنا بيزيد، والكلام ده هو تقريبا موجود في كل المهن. هو طبيعي يومية مهندس تبقى 200 جنيه بعد سنتين شغل فعلي من التخرج. ماشي، خلينا هنتكلم كده واحدة واحدة، يعني حتى ممكن من غير ما نتطرق لأرقام. بس هي الفكرة باختصار، احنا أغلبنا طبعا بيشتغل في شركات خاصة، هي بتعتمد على اللي انت بتقدمه لها وبناء عليه انت بتتقاضى الأجر ده. فمن الآخر وباختصار، أنا حديث التخرج اشتغلت في شركة بنسبة 99% أنا مش بدي الشركة حاجة. الشركة دي هي اللي بكتسب منها الخبرة، أو دي المرحلة اللي أنا بكتسب فيها الخبرة اللي أنا قدام أجري هيزيد بناء على الخبرة اللي أنا اكتسبتها. وهم كلهم تقريبا بيلعبوا على اللعبة دي. هي مش لعبة، أنا بشوف إن ده نوع من أنواع البيزنس والشغل. فهو أنت بدأت ماشي، أنت يوميتك النهاردة زي ما الباشمهندس بيقول مثلا طبيعي إن يوميتي تبقى 200 جنيه. لا، 200 جنيه يعني طبعا أنت مش أكيد مش هتشتغل ال 30 يوم، فأنت مش هتقبض 6000 جنيه. وانا عارف الرقم ده يعني، فاهم انت بتقولي كويس. برضو انا هدعي يعني ان انا جبتها من زي ما بيقولوا، يعني جبتها من تحت خالص. انا اشتغلت كاجوال وبسركي بس هو الرقم ده يعني للامانه العلميه والادبيه، الرقم ده كان مثلا بيتقال في 2014 و2015. بس برضو خلينا نستفيد من التجربة، يعني ان انا اشتغل في مكان بكتسب منه خبرة كويسة جدا ومتقاضى 200 جنيه، رغم ان انا بشوف ان يعني الوقت اتغير بس ماشي. وبتتقاضى ال 200 جنيه. ما تبصش لل 200 جنيه على قد ما انت تبص هي ايه الخبرة اللي انت بتكتسبها من المكان ده.
عشان بعد سنتين من شغلك في المكان ده هتعرف تروح فين، وهتبقى ايه النولج اللي عندك اللي انت بعد كده هتعمل لها تمن. لان لو قلنا ان شخص ما اجره 10000 جنيه، فخليك عارف ان 2000 جنيه عشان هو مهندس، و8000 جنيه عشان هو راجل عنده خبرة كويسة او هو راجل شاطر في شغلات ما، فبناء عليه بيتقاضى ال 10000 جنيه. عشان كده دايما بقول ان ما تاخدش ال 2000 جنيه لو احنا افترضنا ان هم 2000 جنيه لحديث التخرج مثلا هيديهم له، رغم ان ده رقم مش فير ومش في الوقت الحالي هو رقم ما يسواش حاجه، ما يسواش يعني لو هو بيدخن ولا هيفطر بس في الموقع هو هيتخطى الرقم ده بكتير. بس انا بضرب يعني مثل بسيط بحسبه سهله. فزي ما بقول لك يبقى 2000 جنيه عشان انت مهندس، وبقيه ال 10000 جنيه اللي هي 8000 جنيه عشان خبرتك. فلو انت مجرد انك انت تبقى حديث التخرج وتلاقي فرصة، بس فرصة حقيقية، فرصة تقدر تكتسب منها خبرة تثقل نفسك بيها عشان الخطوة اللي بعدها تكون لمكان كبير، تكون بأجر كويس. هنرجع تاني للنقطة الجدلية، هو ليه زي ما الباشمهندس بيقول يوميتي 200 جنيه فيومية الصنايعي مثلا 300 جنيه ولا 350 جنيه؟ اولا هنا في اختلاف كبير على نوع المهنه اصلا اللي احنا بنتكلم عليها. الصنايعي عموما هو شخص بيبذل مجهود بدني وبيتقاضى اجر عليه، على عكس المهندس المفروض ان هو ما بيبذلش مجهود بدني، وان كان ده بيحصل طلوع ونزول ومعافره، بس ماشي هنفترض ان ده مش مجهود بدني على قد ما هو مجهود ذهني. بس فاساسا في خلاف على نوع المنتج اللي انت بتقدمه. فالراجل التاني بيقدم مجهود بدني، بينتج شيء معين ملموس، فبالتالي بيتقاضى عليه اجر. المهندس بيبذل مجهود هنقول ان هو ذهني اكتر. فدي بقى النقطة، بما ان احنا بنقارن مجهود ذهني بمجهود بدني، فاكيد الراجل الشاب اللي عنده 19 سنة او 20 سنة هيتقاضى يومية كبيرة، لان هو بيبذل مجهود كبير جدا، مجهود بدني بينتج. المهندس لسه متخرج، فهو اكيد مش هيدي الشغل بنفس الطريقة اللي هيديها حد مثلا ذو خبرة اكبر. فبالتالي هي اصلا المقارنة دي مش فير، والمقارنة دي مش منطقية كمان لاسباب تانية. المهندس بعد سنتين هيكون فين، وبعد 4 سنين هيكون فين، وبعد 10 سنين هيكون فين. ده 2 لاينز مختلفين تماما. اليوميات هتفضل شبه ثابته بالنسبه للتكنيشن، هتزيد طبعا بزياده كل حاجه بتزيد معانا. انما المهندس ليه سكه مختلفه. اولا زياداته بتبقى مختلفه. انت النهارده لما بتتنقل من شركه للتانيه وتاخد اوفر كويس، انت الزياده ما بتبقاش بقى 20 جنيه و30 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه، انت بتتكلم في ارقام كبيره. انت راجل هتبقى مدير، هتبقى سينيور، وهتبقى سيكشن هيد، وهتبقى مدير تنفيذ، وهتبقى مدير موقع، وهتبقى مدير مشروع، او هتبقى مدير جوده، وبعد كده دايركتور جوده، حسب التخصص، مكتب فني، ايا كان التخصص اللي انت فيه. فاحنا دايما لما بنيجي نحب نعمل المقارنه دي بنقارن حديث التخرج بالصنايعي. الصنايعي بقى له كام سنه شغال الشغلانه دي، ده غير ان هو طبيعه العطاء او طبيعه المنتج او طبيعه الحاجه اللي هو بيقدمها مختلفه، ومجهود بدني و الى اخره من التفاصيل المختلفه تماما. فاصلا المقارنه مش فير، والمقارنه مش منطقيه. يعني انت لو افترضنا انك انت النهارده حديث التخرج وبتقبض 4000 جنيه، وبعد 10 سنين ان شاء الله هتقبض 30 40 الف جنيه ولا 50 الف جنيه، حسب الشركه وحسب المكان وحسب طبيعه شغلك. هل نفس الزياده دي هتطبق على نفس التكنيشن او على نفس الصنايعي بعد 10 سنين؟ لا طبعا. هتقول لي ما هو ممكن يبقى مقاول، ما انت برضو ممكن تبقى صاحب شركه. فالمقارنه اصلا مش فير. فانا والله يعني قصه الاجور. بعدين في نقطه اعتقد ان هي نقطه ممكن ما تعجبش ناس كتيره، لان هي نقطه جدليه. يعني انا شفت ناس كتير منزله قوائم بالمرتبات. هو المفروض ان احنا كل دفعه تاخد الاجر الفلاني. انا بصراحه انا شايف الكلام ده خطأ تماما. انا مع فكره ان يبقى في مينيمم او حد ادنى للاجور، ان مثلا خبره كذا سنه يبقى له اجر قد كده.
انما فكره تساوي المرتبات وان احنا المفروض انا مثلا راجل دفعه 2013 كل زمايلي اللي دفعه 2013 كلنا نتقاضى نفس الاجر، ده كلام بالوجه العام من بره بتشوفوا كلام منصف وده فير وان احنا كلنا هناخد نفس الاجر، انما ده كلام مش صح ومش فير، ما فيهوش اي نوع من انواع العداله. هل انا لو انا شخص كسلي وانا شخص ما بتعلمش وانا شخص ما ببذلش مجهود وانا شخص مش متعاون، عايز تساويني بشخص شاطر ومتعاون وبيبذل مجهود وبياخد كورسات وبيطور من نفسه وبيدخل في التفاصيل، هل احنا في الاخر المفروض ان انا وهو نتساوى ببعض؟ لا طبعا. طبعا انت بنبص للبند من فوق ان دي العداله وان احنا كلنا دفعه واحده ونتقاضى نفس الاجر، الكلام ده مش سليم، والكلام ده هيقتل جوايا انا اي روح تنافسيه. انا خلاص، انا ليه اخد كورس وانا كده كده كلنا في الاخر واحد؟ ليه انا اقعد ادور على مشروعات فيها تريكات ومشروعات اتعلم منها جديد لو احنا في الاخر كلنا كده كده واحد ومفيش اي جديد هيضاف لي الا على الصعيد الشخصي يعني. انما على الصعيد المادي احنا اساسا بنصحى الصبح نروح الشغل عشان احنا بنتقاضى اجر يعني. الموضوع ده مش هبه مننا يعني ولا هبه من الطرف الثاني اللي بيديني الاجر وبيديني الاجر نظير شيء انا بقدمه له. ففكره تساوي الاجور بصراحه انا بشوفها مش فير تماما يعني. المفروض المميز مميز، الشخص انا مش بتكلم بقى على حاجه فيها واسطه ولا حاجه فيها اي نوع من الاساليب اللي هي بيبقى فيها عدم عداله يعني او فيها بتبقى مش صحيحه. انا بتكلم في حالات المفروض ان هي منطقيه حاجات صريحه. لو انا شخص شاطر فانا استحق اجر واستحق الاجر اللي انا اطلبه اللي انا شايف نفسي فيه، حتى مش مجرد الاجر اللي يعيشني. احنا المفروض تخطينا فكره ان انا بتقاضى اللي ياكلني ويشربني، لا ده يعني احنا ده كده نوع من انواع الرق والعبوديه يعني. ما هو المرتب العادل لمهندس خبرة 6 سنوات في ظل الظروف الحالية؟ ده سؤال صعب جدا. يعني انا شخصيا انا محمد الدرمالي انا ما اعرفش المفروض اجرك يبقى كام، بس المفروض او انا اللي كنت بعمله ايام ما كنت بتنطط من شركه للتانيه للتالته، انا كنت بقيم نفسي. انا والله كنت بتقاضى اجر السنه اللي فاتت قيمته قد كده، الاجر ده ما ينفعش معايا فانا لا انا محتاج اجر قد كده. انت بتحدد، انت ظروف اسرتك، ظروف المشروع اللي انت بتشتغل فيه ده بعيد ولا قريب، هل انت هتبقى مغترب ولا انت هتروح البيت كل يوم لان في حاجات كتيره جدا جدا بتاثر. انا انا شخصيا بتاثر على الاجر اللي انا هطلبه. يعني لو انا الشغل اللي هشتغله قريب من البيت اكيد مش هطلب رقم زي الشغل اللي هيبقى في القاهره، زي الشغل اللي هيبقى في اسوان، زي الشغل لو في السعوديه ولا في موزمبيق. يعني كل مكان وليه الاجر بتاعه والبيئه اللي انت عايش فيها، هل انت عايش في مكان غالي ولا مكان رخيص؟ بس انت بتقدر نفسك وبتقدر خبرتك اللي انت المفروض لما بذلت ال6 سنين اللي فاتوا دول انت كنت بتشتغل على النقطه دي، كنت بتشتغل على انك انت يوصل بيك الحال في يوم من الايام انا عايز اجر قد كده. بنخش طبعا الموضوع مش شرب ومش هو رقم واحد احنا بنقوله، لا احنا بندخل في تفاوض، انت بتقول رقم وهم بيقولوا رقم، بنحاول نوصل لحلول وسط. وانا بتكلم على شخص يعني بذل من المجهود ما هو كفايه يعني ان هو يبقى مميز لدرجه ان هو بيدخل في تفاوض وان هو بيفاصل معاهم في الاجر وهم بيروحوا وييجوا. يعني اصل الموضوع مش شركات القطاع الخاص كلها هي في الاساس بتدعي كلها ان هي عندها سالاري ستراكشر وهم حتى لو عندهم سالاري ستراكشر فللامانه هو بيبقى فيه جوه الدفعه واحده رينج. يعني لو افترضنا دفعه 6 سنوات انت بتتكلم خريج 2018، لو افترضنا ان دفعه 2018 هيقول لك احنا الدفعه عندنا دفعه 2018 عندنا في الشركه بتاخد 15000 جنيه، هو في الحقيقه بيقول لك على المينيمم بتاع دفعه 2018 لان هو هتلاقي جوه السالاري ستراكشر جوه الشركه الواحده، وده موجود في كل شركات القطاع الخاص. جوه الدفعه الواحده مثلا هتلاقي هو اصلا من 15 مثلا ل 18000 جنيه، هو بيقول لك 15000 جنيه انت بتتفاوض معاه، لا 16 لا 17 بتخش في تفاوض لحد ما تحصل على الرقم اللي يناسبك. الرقم اللي يناسبكش ما تشتغلش عليه، او لو انت قاعد في البيت ما بتشتغلش اشتغل، اقبل بالعرض اللي جاي لك لحد ما تلاقي اول فرصه تسيب المكان ده وتروح لمكان تاني بسعر او بسالري احسن. ولكن برضو في حاجات، في فاكتورز لازم تبقى داخله جوه الحسبه بتاعتنا، وده بامانه انا بنقل لك تجربتي، مش بتكلم عن علم ولا عن اي حاجه غير انا بنقل لك تجربتي.
يعني بص، انت ممكن تروح شركه، انت ممكن يجي لك اوفر من شركه من شركات التوب 10 ب 20000 جنيه، ويجي لك من شركه صغيره او من مقاول زي ما احنا بنقول صغير ب 30000 جنيه. لو انت بتسالني انا محمد الدرمالي تختار ايه؟ انا هختار ال 20000 جنيه، لان اسم الشركه بيفرق معاك، نوع المشاريع اللي انت بتشتغلها بيفرق معاك، الميديكال انشورنس والسوشيال انشورنس وطبيعه المشروعات اللي هي هتزودك خبره، فبالتالي هتزود اجرك في المرحله اللي بعد كده. ففكره ان احنا مجرد ان احنا بنبص للرقم بتاع الاجر بس من غير ما نبص لبقيه الفاكتورز اللي موجوده، انت بتبص المكان قريب منك ولا بعيد، الشركه دي بتوفر ترانسبورتيشن محترم ولا لا، بتوفر سكن محترم ولا لا، نوع المشروع اللي انت رايحه. يعني انا قعدت فتره كبيره كان كل حلمي ان انا اروح اشتغل في مفاعل الضبعه، وتقريبا انا ما سبتش شركه من اللي شغالين هناك ما قدمتش السي في بتاعي معاهم. وبالفعل كان جالي اكتر من انترفيو، كان خصوصا تقريبا هو استشاري الموقع اللي اسمه وورلي او حاجه زي كده. حتى هم كان عندهم طلب غريب جدا، يعني طالبين مهندس يبقى عنده سابقه مشروعات نوويه. ما انا مش هيبقى عندي سابقه مشروعات نوويه غير لو انا ياباني، لان احنا اول مره نعمل المشروع ده، وطالبين مهندس لوكال وفي نفس الوقت عنده خبره. وانا قلت لهم كده، يعني قلت لهم يعني مستغرب اللي انتوا بتقولوه. المهم مش ده موضوعنا، المهم ايه؟ يعني المفروض يبقى انت عندك تارجت او عندك نظره او اهداف للي انت عايز تعمله. لو انت شخص بتفضل انك انت تشتغل في نفس المحافظه بتاعتك وتروح وتيجي على البيت كل يوم، فدي فلوس. لو انت شغال في شركه فيها تامين اجتماعي وتامين صحي محترم، فدي فلوس. لو انت شغال في شركه فيها ترانسبورتيشن محترمه والسكن بتاعها سكن محترم لو انت مغترب. والاهم من ده كله، وده الكلام ده هيبقى موجه لمهندسين الجوده تحديدا، انك انت تبقى شغال في شركه فيها سيستم وتعرف تاخد فيها اكشن مع الناس، ويبقى ليك وضع ويبقى ليك كلمه وقرار. فده شيء بفلوس كتير جدا. يعني انا رحت كذا انترفيو ايام ما كنت اولا ده يعني نصيحه عن تجربه. مهما كنت شغال في مكان كويس ومستقر فيه، اوعى تبطل تعمل انترفيو، اوعى تبطل تعرف قيمتك في السوق شكلها عامل ازاي، اسئله الانترفيو اللي بتتقال بقى شكلها عامل ازاي، والاوفرز اللي بتتقال بقى وضعها عامل ازاي. انت ممكن تكون قاعد في مكان مستقر وبتاخد اجر شايف ان هو كويس، والسوق بره يكون راح في حته تانية خالص. نادرا لما حد بيقول لحد على اجره. فالطبيعي اللي انا كنت بعمله ان انا كل فتره بطلع اروح انترفيو، لو اتقبلت يتبعت لي اوفر اشوفه. بس بتحدد نطاق السيرش بتاعك. انت لو النهارده شغال في شركه من التوب 10، احسن عشان شركات في مصر من غير ما نقول اساميهم، فانت من الطبيعي انك انت بتدور في التسعه اللي فاضلين. من السهل جدا انك انت تجيب اوفر من العشره اللي تحتهم. هي الفكره انك انت بتطلع بالسلم بتاعك. عشان كده بقول لك نوع المشروع اللي انت بتشتغله بيفرق بالعميل بقى والاستشاري بتاعه ومش عارف ايه والكلام ده. فالشغل مش عباره عن اجر بس، وان كان الاجر هو الجزء الاساسي وهو الجزء المهم، بس الفكره في اكتساب خبرات. وبلاش نجري ورا التايتلز، بلاش نجري ورا التايتلز. ان اي شركه تعرض عليك انت هتبقى مانجر، انت النهارده هتبقى الكونستراكشن مانجر، بس اقف كده بص لنفسك كده في المرايه. اولا هتبقى كونستراكشن مانجر على مين؟ لو في شركه صغيره في الاخر هتروح تلاقي نفسك لوحدك، او انت ومعاك مهندس وثلاث مشرفين وانت الكونستراكشن مانجر. هو فين الكونستراكشن مانجر في الموضوع؟ ما فيهاش اي كونستراكشن مانجر. يقول لي انت هتبقى مدير الجوده، اروح الاقي نفسي انا واحد تاني ومعنا انسبكتور قاعد معانا وخلاص انا كده مدير الجوده، وادوني اكبر مكتب اقعد عليه. تمام، طب يا جدعان فين البروسيديرز؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ لا والله عيش حياتك واقعد مع مدير المشروع ورتبوا الدنيا مع بعض. لا والله لا، انا ما اروحش مانجر، انا اشتغل سينيور في شركه منظمه ومرتبه، اعرف فيها مسؤولياتي واعرف اخد فيها اكشن مع الناس، احسن لي مليون مره من ان انا اروح مانجر في شركه ما استفدتش منها اي حاجه. ليه انا اخترت مجال الجوده والترقي الوظيفي؟ ايه، هل هو افضل ام مجال المكتب الفني ام مجال التخطيط ام الموقع ام التنفيذ من حيث المستقبل؟ بص بكل امانه، يعني هو اطول خط واكثرهم شهره واكثرهم نفوذا، وهم اللي بيبقوا مديرين المشروع وهم اللي بيبقوا دايركتورز، هم التنفيذ.
المكتب الفني، مديرين المكتب الفني الشاطرين ممكن يبقى مدير مشروع ويكمل بقى المسيرة لحد ما يوصل ايه دايركتور او مدير مشروعات، وممكن يعلى عن كده لو في حاجة اعلى من كده في الشركة يعني. بكل امانة لا، الجودة نادرا لما هتلاقي مدير مشروع كان اصلا هو مدير جودة، يعني نادرا جدا، ما بتحصلش كتير. ولكن انا بشوف، ودي وجهة نظري، هو كارير مختلف بمعنى الكلمة. انت بطريقة تفكيرك مختلفة. يعني انت بص، قارن نفسك بمهندس التنفيذ لما بتوصل الشغل الصبح، هو بيفكر ازاي، بيفكر في ايه، وانت بتفكر ازاي وبتفكر في ايه. الحاجتين مختلفتين تماما عن بعض. هو راجل عنده مسؤوليات مختلفة، هو قرر او هو شايف في نفسه ان ده هو ناجح في الموضوع ده، هو هيدير مقاولينه ومستخلصاته ودنيته، ويشوف الريسورسز بتاعته وايه المواد اللي هو محتاجها، وايه العدد الصناعية وعدد مش عارف مين، واللي جه واللي راح واللي نزل واللي طلع. موضوعهم كله عبارة عن إدارة. كارير الجودة مختلف تماما. كارير الجودة لا، انت بتتكلم انجينيرنج اكتر، بتتكلم في اكواد واستلامات وورقيات ومش عارف ايه. هم حاجتين مختلفين تماما عن بعض، مع ان برضو الجودة ليها التسلسل الاداري بتاعها من او التسلسل الوظيفي: جونيور، كواليتي انجينير، سينيور، تيم ليدر، سيكشن هيد، مانجر، بعد كده مانجر على مجموعه مشروعات، لحد ما توصل دايركتور او كيو اتش اس اي في اداره من الادارات برضو يعني. فهي ليها برضو ترقياتها، بس ايه، دايما العين او بتلمح التنفيذ او بتلمح جهه التنفيذ ان هم دايما الاكثر سلطه. انت حسب رغبتك يعني. انا مثلا طول عمري ما عنديش الموضوع ده، لا انا بحب ان انا مش هقول طول عمري، لان انا قعدت اول سنتين او اكتر من سنتين بشويه كنت مهندس تنفيذ، واعتقد ان انا كنت كويس يعني كمهندس تنفيذ. بالعكس دي افادتني كتير لما جيت انقل على تخصص الجوده. ف فقررت ان انا يعني، او انا عجبتني الفكره دي وعجبني الكارير ده، رغم ان هو مش في كل المشاريع بيبقى قوي، ومش في كل المشاريع بيبقى ليه تاثير كبير. بالعكس هو دايما بيبقى في المشاريع الضخمه، والمشاريع اللي الاونر بتاعها قوي والانجينيرنج بتاعه قوي، فبالتالي هتلاقي المشروع كله بقى معتمد على جهه واحده بس: الجوده. الجوده هي اللي هتسوق كل الموضوع ده. انما المشاريع الصغيره، المشاريع ممكن تروح مشاريع ما فيهاش جوده اصلا يعني، ما فيهاش تيم جوده، ما يعرفوش يعني ايه جوده او كواليتي كنترول. فهي عشان كده بقول لك اسم الشركه والنظام الشركه هو من اهم الحاجات اللي تهمه مهندس الجوده. لان لو راح شركه من الاخر بير سلم، فلا، اشرف لك ما اشتغل تنفيذ، ما تشتغلش جوده. لان الجوده يعني بروسيديرز، يعني اجراءات، يعني بوليسي، يعني كلها قايمه على ورقيات وضوابط في العمل. لو الكلام ده مش موجود ما تشتغلهوش. الموضوع هيبقى عباره عن قله قيمه مش اكتر يعني. فلو اي حد بيفكر يشتغل جوده، فدي نصيحه: اشتغل في شركه فيها سيستم، شركه ينفع ناخد فيها اجراء مع بعض، ينفع انك انت راجل يبقى ليك كلمتك، مش هنبقوا محللين ولا مأذون يعني. والله الكورسات انا اقول لك ايه، تبع الفيديوهات بتاعتي بس. لا يعني، بص والله الماتيريال متاحه بكم ضخم وبشع على اليوتيوب، مني ومن غيري انا اقلهم. هتلاقي مهندس خالد شعلان بيتكلم، هتلاقي مهندس احمد امين بيتكلم، هتلاقي العبد لله. وبالنسبه للكورسات فبرضه انا بنصح تاني مهندس محمود عبد الباري. اعتقد ان هو بيدي كورس بشكل مكثف، وهو زميلي ودفعتي، واحنا بدأنا الكارير ده مع بعض يعني. وهو عن طريق منصة اسمها وتد. وصح، مهندس محمد ريحان كان مديني برومو كود كده بخصم 10%. فلو حد بجد حابب ان هو ياخد الكورس يكلمني وانا هديله البرومو كود، يبعتوا الوتد وهم يعملوا خصم 10%. انا بثق في مهندس محمود عبد الباري عشان هو صديق شخصي ليا واشتغلنا مع بعض فترة طويلة. فانا عارف ان هو مهندس شاطر يعني، انا ما شفتش المحتوى بتاعه، ما شفتش الكورس بتاعه، بس انا متأكد ان هو شاطر. ايه تاني؟ هو انا والله انا اصلا مش ظاهر لي عدد اللي بيتفرجوا على الفيديو فانا مش عارف. في اي كومنت تانية؟ لا.
ف ده موضوع الاجور. وخلي بالك يعني برضو انا كنت بشوف في جروب معين كده كانوا بيتكلموا فيه على على بيئة العمل وساعات السهر الطويلة، واحنا تقريبا كلنا معرضين للهراء ده يعني. هو بالفعل ان احنا لعلمك، لان هو المفروض ان احنا سهرنا، فده دليل ان احنا فشلنا يعني. احنا ما قدرناش نحقق المطلوب مننا، مش احنا بس، انا مش محمد ولا احمد طارق ولا مهندس محمد احمد، لا يعني احنا المنظومة اللي موجودة في المشروع ما قدرتش ان هي تحقق البروجرس بتاعها خلال الساعات الرسمية للعمل، فاضطرينا ان احنا نسهر. ف... فهي بيئة العمل بتاعتنا كلها كده، وكلها قايمة على السهر ونسهر ونطبق في الموقع ونرجع. بس بص يعني انا عارف ان الموضوع ليه جوانب انسانية، وان احنا كلنا عايزين نروح لبيوتنا، وكلنا مرهقين وتعبانين وخلاص يعني بنبقى جبنا اخرنا على اخر الاسبوع، مش بنقدر نتحرك من مكاننا. بس انا شخصيا انا بحب الحاجه يبقى ليها دايما مقابل. يعني انا عارف ان في شركات او اغلب شركات الكونستراكشن ما فيهاش اوفر تايم اصلا. انا بشوف ان ده موضوع مؤذي جدا، يعني انك انت مسهرني وقاعدين لحد نص الليل ومش عارف ايه انت عارف حتى لما بيبقى في اجر، حتى لو انت من جواك مش عايز تسهر، بس بتحس انك في مردود للي انت عملته. في اوفر تايم، في مش عارف ايه انت اخدته. انما يعني كانت الشكوى من شركات معينه كده كتير كانت بتتكلم ان الشركات دي ما فيهاش اوفر تايم، وان ده مش عارف بونص بينزل بشكل شهري. لا انا بقى يعني بامانه انا اخر الشركه كنت فيها كان موضوع الاوفر تايم كان جميل جدا يعني طبقا لقانون العمل ومش عارف ايه. فبتحس انك انت لما بتسهر لا انت في اجر قصاد الاجر كمان بينزل لك في الشهر. فحتى يعني مهما كان الموضوع دمه تقيل عليك اسريا، بس على الاقل انت خدت اجر. المستفز في الموضوع هي الشركات اللي ما فيهاش اوفر تايم، تبقى سهران وطلعان عينك وبايت في الموقع بقالك يومين ومش شايف قدامك، وتاني يوم لازم تروح الساعه 3 4 بالليل، والصبح الساعه 7 ولا 8 تبقى موجود في الموقع، وحاجه غير ادميه تماما. وفي الاخر يعني ايه بيسقف لك ولا هيقول لك شكرا ولا اي حاجه، هيجي يقول لك انت نيلت وانت عملت وطلبت خرسانه زياده، بتلاقي نفسك كده دخلت في موضوع تاني بتعاقب على اللي انت كنت بتعمله يعني. المهم ده مش موضوعنا، بلاش نخوض في القصص دي. بس يعني نرجع لمرجوعنا. فلو مهندس احمد طارق، يعني لو انت بتتكلم على اليوميه، بص شوف انت بتشتغل ايه وبتعمل ايه وبتستفيد ولا لا. انت بتتكلم في سنتين خبره، يعني انت دفعه 22. احسب كده وانت قاعد انت في السنتين اللي فاتوا ايه هو النوليدج اللي انت حصلتها. لو لقيت نفسك ما بتحصلش حاجه فده لا، يبقى كده احنا بنضيع سنتين من عمرنا ما عملناش فيهم حاجه. انا ما عنديش مشكله ان انا اتقاضى اجر في بدايه شغلي، وده اللي حصل مني. انا قعدت يعني تقريبا اول 3 سنين او 4 سنين بتقاضى اجور غير عادله تماما يعني. بس كان عندي تارجت، وكنت بختار المشروعات او بختار الحاجه اللي انا اعملها علشان استفيد منها شخصيا مش ماديا. بس املى البتاعه دي كده بحاجات انا كنت محتاجها عشان لما انط من المركب دي واروح بقى للمجال الاكثر بروفيشنال يعني، وامسك كده الخط من اوله، ابقى عندي ارض صلبه واقف عليها اللي هي الخبره بتاعتي. وبالفعل ربنا وفقني، وده اللي نجحت اللي انا اعمله. واتنقلت بعد كده من مكان لمكان. خلاص بقى ننسى الهيستوري بتاع اول سنتين 3 سنين ده بكل اللي كان فيه بالمعاناه اللي احنا كنا فيها، وبدات بقى بدايه جديده بعد 3 سنين على ارض صلبه بطريقه مختلفه تماما. بس كنت خدت في ال3 سنين دول كل الداتا اللي انا محتاجها عشان اقدر اقف الوقفه دي. فضلت صابر وكنت بتعلم. يعني انا كان الانجليش بتاعي رديء وسيء جدا. اتعلمت انجليش، ما كانش عندي طبعا وقت اروح كورسات، كنت بتعلم الانجليش من اليوتيوب باغلظ طريقه ممكنه. وعايز اقول لك كنت بحط الهاند فري زي الوضع ده كده وانا رايح وانا جاي من الشغل، عشان بس اتعلم او اقدر الم شويه كلام وافهم الناس بتقول لي ايه. لحد ما ربنا اكرمني وبقيت يعني بفك الخط واتكلم كويس، واقدر اقعد في ميتنج الكلام كله بالانجليش، ما عنديش اي مشكله. وزائد الاكسبيرينس اللي انا خدتها في الشغل، ما كنتش بعمل الموضوع شوش خالص، لا كنت بدخل كل التفاصيل لغايه في نفسي اكتر من الشغل. يعني بحاول ان انا باخد ببقيه ال 200 جنيه دول، باخد ب 200 جنيه تانيين خبره، اكن يوميتي كانت 400 جنيه مثلا. يعني انا ده اللي انا بدعي اللي انا كنت
كنت بعمله في الفتره دي من عمري، لحد ما ربنا اكرمني وقدرت اقف على رجلي وبدات اروح انترفيوز تقريبا. بس برضو عملت كده ورقه فيها اسامي مثلا 10 شركات، ان شاء الله انا هروح واحده من ال10 شركات دول. بدات ابعت. كان انا كنت كاتب كنت عامل الكلام ده في حلقه الانترفيو، ازاي كنت بدور على شغل. بالفعل وظف لينكدين. انا دايما اعلانات الفيسبوك بشوفها فيك، اصلا ما فيش شركه كبيره وتقيله بتنزل اعلانات على الفيسبوك ابدا، ولا بيكتبوا رقم تليفون. ما ببعتش السي في كنت بشكل عشوائي ابدا، كنت دايما اشوف هم طالبين ايه ابعت على الميل واكتب ميل محترم. انا كنت مشير الصيغه بتاعته قبل كده، أما انا بشوف ان هو كويسه يعني. كنت عامل سي في بسيط جدا يعني، ابيض واسود اصلا، ما ولا في صورتي ولا في اي حاجه، بس كاتب جواه المطلوب لمهندس جوده، لان انا كنت بدور على بوزيشن واحد بس، كنت بدور على شغل كمهندس جوده. ف فضلت مكمل في الموضوع ده. ممكن خلال 6 شهور كنت رحت مثلا 10 انترفيو على 10 شركات، واشتغلت في واحده منهم. في شركه، فطبعا كان في ناس بتقبلني وناس طبعا يعني في اوفرز جات لي، وفي شركات تانية ما بعتتليش اوفرز، وفي ناس بعتت لي اوفرز قليله انا رفضته. ناس بعتت لي اوفرز بس مثلا لقيته عايز يوديني اخر بلاد المسلمين، وانا كنت ساعتها متمسك ان انا يعني اكون في دايره اسكندريه. ففضلت على الوضع ده لحد ما ربنا اكرمني ولقيت اللي انا عايزه في حاجه يعني، في شركه محترمه. فدايما يعني هنعيد تاني في بدايه شغلك، هنركز على النولج او التحصيل اللي انت بتاخده، لانك انت بتشتغل وبتبذل مجهود وبيطلع عينك طبعا، وعارف كل اي حد في الموقع ده بيطلع عينيه من غير اي تفكير ومن غير اي كلام. ولكن لم او حصل، سواء لو انت شغال كسايت، خبرة إدارة الأعمال دي كلها، لو انت مهندس جودة، الخبرة الهندسية أو الانجينيرينج اللي احنا بنتكلم فيه، والورقيات بتاعة الكيو سي والاستلامات، وازاي تدير الموضوع، ازاي تهندل الاستشاري وتهندل التنفيذ يعني. فالموضوع كبير، والاختبارات اللي بتحصل وأنواعها وأشكالها وبتتم فين وليه. ف فاول سنتين 3 سنين هيبقوا فرصه ليك انك انت تعمل كده، حتى لو انت الاجر مش راضي عنه قوي. بس لو انت شغال في شركه محترمه بتستفيد فيها انت كمهندس، مفيش مشكله. انما اجر وحش وما بتستفيدش حاجه، فده اعتقد هيبقى نوع من المضيعه للوقت يعني، مش اكتر. انا والله. طب حد عنده اي سؤال تاني؟ لان انا مش شايف. طب حد عنده اي سؤال على عن الحلقات اللي فاتت، او اي مقترح لاي سبجكت جديد هنشتغل فيه؟ هو احنا المفروض ان احنا خلصنا بقى حفر وردم واعتماد خرسانه وخرسانه وحداده ونجاره، واتكلمنا على السلاب جريد. ان شاء الله المفروض ان احنا الحلقه الجايه باذن الله هنتكلم على استنى نقطع الكلام. طب لو استفدتي من مهندس المقاول والاستشاري بس، ولكن الشركه لا للاسف، تنصحني بايه؟ مش فاهم. استفدتي من مهندس المقاول والاستشاري. هو انت فين كده بالظبط؟ شكرا ليك مهندس بيتر. والله انا والله مش يعني مش بقول اي حاجه جديده، انا بس بنقل تجربتي. شكرا ليك، شكرا لذوقك. معلش يا هندسه مهندس احمد طارق، انا مش فاهم سؤالك. يعني انت بتستفيد من مهندس المقاول ومن الاستشاري، لكن من الشركه لا؟ قصدك ان اجرك يعني مش كويس، او اجرك قليل يعني؟
مهندس احمد طارق، وضح لي سؤالك. طب لحد ما مهندس احمد طارق يوضح لنا السؤال. ف ماشي، انت بتستفيد فنيات الشغل بس، ماشي. ما هو احنا اصلا يعني، ما ده اللي احنا قلناه، احنا بنشتغل. انا ما اعرفش انت دفعه كام، بس يعني لو دفعه صغيره، فاحنا انت في الاساس المفروض اهبش كل اللي تقدر عليه كشغل، ك كمعرفه، كمعرفه. لم كل الداتا اللي تقدر عليها. انت لو النهارده شخص لسه بيلم داتا، ما تهتمش بالاجر قوي، وان كان حافظ على انك انت تاخد اجر يعني يليق بيك او حتى يكفيك، خصوصا لو انت في بدايه شغلك. ولكن اهتم بالتحصيل. كل اللي انت هتحصله النهارده وهتاخده في عبك كده، اعرف انك انت هتتقاضى عليه اجر بكره. الخبره اللي انت النهارده ممكن تكون شايف انك انت بتستفيد فنيات بس، ان شاء الله باذن الله بكره الفنيات دي هتساهم في انك انت تاخد الاجر، وانت حاطط رجل على رجل في انترفيو هتاخد الاجر اللي انت عايزه. بس اهتم بالتحصيل. لو انا فهمت سؤالك زي ما جه بالي كده، فهي دي اجابتي. مهندس محمود احمد، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا ليك. انا للاسف يعني، انا ممكن اكون بدات حياتي، ودي من الحاجات اللي محدش يعرفها، يعني بدات حياتي كمهندس طرق من قبل ما اتخرج بسنه كده، وبعد ما اتخرجت كده بكام شهر، ممكن 6 شهور 7 شهور، كمهندس طرق تنفيذ. وهي دي اقصى شغلانه شفتها في حياتي، يعني انا كنت بروح كل يوم وشي بسبب الفينيشر ده رايح في داهيه. فلا للاسف انا ما اقدرش افيدك في موضوع الخلطات الاسفلتيه والاختبارات. وتاني ده شغل مهندسين مواد طرق. يعني انا برضو كمهندس جوده مدني دلوقتي مش هقدر افيدك في اختبارات الاسمنت والخرسانه. ده برضو هيفيدك فيه مهندس مواد بتاع المعمل. ف يعني ممكن انا اديك سبجكت كده اسامي الاختبارات، انما فنياتها وتركاتها ولعبتها ده مهندس المواد بيبقوا يعني حاجه تانية في القصه دي. آه، يعني مش عارف هل هنختم الكلام على كده ولا لأ. بس برضو يعني هعيد واكرر تاني، آه، بكالوريوس هندسة هي دي مش نهاية المطاف. دي دي بداية القول. انت لسه لما بتقول انا راجل مهندس وحصل على بكالوريوس هندسة، احنا كده بنستفتح عشان نروح للي بعده. اللي بعده متعب، لانك انت لو انت كنت في الكلية بتقعد في البيت عشان تذاكر، او بتروح مكان تقعد تذاكر مع اصحابك، فالرفاهيه دي مش هتبقى موجوده وانت في الشغل. انت هتضطر تتعامل وتتعلم ويطلع عينك وانت مضغوط. فشهاده البكالوريوس مش نهايه المطاف خالص، هي بدايه المطاف. اوعى في اي وقت تبطل تتعلم وتبطل تشوف ايه الجديد. الكورسات ماليه النت، اللي مش بالعربي هيبقى بالانجلش. اللغه برضو بتبقى عامل مهم جدا. حاول باي شكل من الاشكال انك انت تحسنه، لان كل الكورسات متاحه، كل حاجه كورساتها متاحه، ومتاحه وبشكل مجاني على اليوتيوب ويوديمي وغيره يعني. ما توقفش تتعلم ابدا. حاول دايما تشتغل في مشاريع تضيف لك. لو لقيت نفسك في مكان لمده سنه ما اتعلمتش اي جديد، ولا اداريا ولا هندسيا، يبقى انت كده ده كارت اصفر او احمر بقى، حسب قدرتك انك انت تمشي وتروح مكان تاني. وانت كده هو الموضوع مش اجر بس. ما الاجر انت النهارده اجرك كويس، كمان سنتين ثلاثه بالريتم ده مش هيبقى كويس. عشان كمان سنتين ثلاثه لما تحب انك انت تسيب الشركه دي وتروح شركه تانية، ما يبقاش الاكسبيرينس او النولج اللي في دماغك هي النولج بتاعت من 4 5 سنين فاتوا. لازم تبقى ابديتد يوم بيوم. وايه الجديد؟ عايز اقول لك انا يعني انا عملت كده. دي كانت اول مره بصراحه، او دي تاني مره اعمل الموضوع ده. المؤتمرات بتاعت الكونستراكشن، روح شوف الماتيريال الجديده وشوف ايه الاساليب الجديده اللي بتتعمل. كان لسه في مؤتمر البيج 5 كونستراكشن
الثلاث ايام الاخر من الاسبوع اللي فات ده، روح وشوف وايه الاسامي اللي بقت موجوده في السوق. دايما قدم السي في بتاعك، حتى وانت شغال في شركه ومستقر فيها قدم السي في بتاعك. شوف قيمتك السوقيه بقت كام. احنا زي لعيبه الكوره يعني. الاجر اللي انت بتتقاضاه ده هتلاقيه متغير من مكان للتاني. شوف واقعد مع ناس واسمع وشوف مشروعات جديده، وخلي عينك على المشروعات الكبيره اللي بتحصل في البلد عشان تتارجت واحد منهم تروح. يعني انا كان نفسي مثلا اروح مفاعل الضبعه. لو عايز تشتغل في محطات ميه، فعينك على مشروعات محطات الميه وتشوف مين المقاول ومين الاستشاري عشان تجرب انك انت تنط في مركب من المراكب اللي رايحه المكان ده وتشتغل فيها. فكره انك انت خلاص انا راجل بشتغل منشات سكنيه وانا شاطر فيها، لا ده مش نهايه القول خالص. خلاص انت هتبقى راجل بتاع منشات سكنيه، هتفضل شغال دايما جوه الكام شركه اللي بيشتغلوا الشغلانه دي. لا، وسع دايره البحث بتاعتك عشان بعد كده لما تظهر فرص شغل ويجوا يطلبوا مهندسين ذو خبره معينه، تلاقي نفسك جوه كل الدوائر. اشتغل محطه ميه، واشتغل محطه كهرباء، واشتغل كوبري، واشتغل سكني، واشتغل اداري، واشتغل منشات خاصه، واشتغل مصنع. نط دايما اتعلم حاجات جديده. دلوقتي انا مش دلوقتي، من زمان بنشوف اعلانات يقول لك مهندس مدني بس خبره في محطات الكهرباء، رغم ان في الاخر هتقولي من المدني هي كلها شويه خرسانه وتشطيبات بس. لا 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 لا، تشطيبات محطه الكهرباء غير تشطيبات المنشأ السكني، غير تشطيبات المنشأ الاداري. كل حاجه منهم ليها طبيعه مختلفه. فلو انت في حياتك قمت بثلاث اربع مشاريع متنوعه، ده هيثقل السي في بتاعك، وهيخلي اي فرصه مكتوب فيها شرط خاص زي ده هتلاقي نفسك ينطبق عليك. لما يقول لك عايزين مهندس مدني خبره في محطات الميه، انت لو اشتغلت محطه ميه واحده انت كده خبره في محطات الميه، هتقدر تقدم وهو هيبص على السي في بتاعك، لانك انت اوريدي اشتغلت محطه ميه، لانك انت اوريدي اشتغلت محطه كهرباء، لانك انت اشتغلت ملعب، او اشتغلت مبنى اداري فاخر، او ايا كان يعني. فما تتمسكش دايما بانك انت بتتقن شيء واحد. يبقى خلاص، يبقى انت هتفضل تلعب لعبه واحده وهتفضل دايما محبوس جواها. لا، اتنطط واشتغل اكتر من حاجه، واشتغل خرسانات، واشتغل تشطيبات، كل اللي يقابلك اشتغل. بس خليك يعني ايه برتم تصاعدي. يعني انت من السكني هتشتغل اداري، من الاداري تشتغل صناعي، يعني ايه، لان ايه، كل ما تخصصك بيزداد ندره كل ما الطلب عليك. مش هقول لك الطلب هيبقى كبير، هيبقى اجرك اعلى. لان هو النهارده لما بيدور على مهندس جوده ففي مليون مهندس جوده، بس لو بيدور على مهندس جوده خبره في محطات الكهرباء هينزلوا ل 5000. خبره في محطات الكهرباء، في تشطيبات محطات الكهرباء هيبقوا 200 واحد. عميل اجنبي هيبقوا 3. فيعني طول ما انت بتروح لنقط اكتر تخصصيه واكثر يعني دقه، كل ما فرصك. هو مش كل يوم هيطلب الطلب ده، بس صدقني انت لو عندك المميزات دي ورحت الانترفيو، اي رقم هتقول انت هتاخده. لان هو بقى خلاص، هو عرف ان هو في خلاصه القول اتفضل 3 او اتفضل 2 او اتفضل 1. انت مفيش غيرك هو اللي عمل الموضوع ده كله من A to Z. اي رقم هتقوله هيتقبل. فدور على مشروعك كويس، ودور على الشركه اللي انت بتشتغل فيها بشكل كويس، واختار الشركه. ما تسيبش الشركه بس هي اللي تختارك. معلش انا بدور في الكومنتات بس عشان ايه، في كومنتات جات وما خدتش بالي منها. مش عارف راح فين، كان في كومنت اختفى من قدام. ف تعالى كده. في حد عنده اي، احنا بندردش مع بعض على العموم، لان يعني هو السبجكت اصلا سبجكت عام. الرنج باين بس في النضاره شكله مش لطيف خالص، بس عشان لسه اللي فيه رنج مش عارف اعمل فيه ايه. حد عنده اي تعليق على حاجه؟ انا ان شاء الله بوعدكم باذن الله ان في الحلقات اللي جايه هندخل بند المواد، وهنحاول باذن الله ان احنا نتعاون مع اكتر من جهه ان هي
يعني ان شاء الله بنتكلم على ان السلاب جريد، هنكمل كلام عن السلاب جريد الحلقه الجايه، بس عن بدائل حديد التسليح. ودي تعتبر يعني مش عارف هل حد اتكلم في النقط دي قبل كده ولا لا، بس هنجيب بقى الكلام من مصدره ومن اهله، يحكوا لنا القصه دي وازاي ان احنا نقدر نستغنى عن حديد التسليح بان احنا هنضيف حاجات تانية، يعني فايبر وبوليمر فايبر وستيل فايبر والكلام ده، بس هنسمعه من اهله باذن الله يعني. بس لسه الموضوع قيد التداول ان شاء الله. هندسة أنا لو شغال خرسانات مكتب فني وتنفيذ، أخش مثلا في مجال تاني مع هذه الطرق كده؟ لا 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 طبعا، الطرق شيء والخرسانات شيء تاني. ده مجال وده مجال، احنا كده يعني ايه، طب على صيدلة. لا انت مهندس مكتب فني، طبعا انا مش عارف مكتب فني، انت كده بتشتغل مكتب فني وتنفيذ؟ لا انت راجل بتاع خرسانات يبقى تخش تشطيبات. انت راجل بتشتغل شوب دروينج بالكاد، اشتغل بالريفت. يعني انت تعمل ابديت جوه الحاجه اللي انت بتعملها. انت النهارده بتشتغل خرسانات ستاندر عاديه قواعد ومش عارف ايه، تدور انك انت تشتغل بقى خوازيق ومونوبايلز وخرسانه اس سي سي والقصص دي. انما اسفلت لا، ده موضوع تاني ليه اهله، وفي ناس عايشه هناك، ولعلمك هو مجال قيم جدا وكويس جدا، بس يعني ايه، ده هو حاجه وده شيء وده شيء، يعني ما مش هندخلهم في بعض. انت هتشتغل زي ما انت مكتب فني في الخرسانات، اللي بعده تشتغل تشطيبات. اشتغلت تشطيبات عاديه، بعد كده تشتغل تشطيبات مش عارف اداريه، بعد كده تشطيبات مصانع، بعد كده وهكذا. انما مش هنشتت نفسنا، يعني مش هنروح لتخصصات تانية مش هتستفيد بيهم حاجه يعني اصلا. هتبقى هتبقى واقف في نص السكه من ناحيتين، ولا منك مهندس خرسانات او مهندس انشاءات مقفل اللعبه، ولا منك مهندس طرق مقفل اللعبه. هتبقى واقف في النص كده يعني، لا عندك القدره يعني، بس انا بتكلم علينا كبني ادمين فما اعتقدش. حد جاي في اي حاجه؟ حد عنده سؤال؟ عنده اي اقتراح؟ ماشي. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. انا والله قلت اخطف الوقت اللي ما بين المغرب والعشاء ده، لان امبارح ما توفقتش، عشان مش عشان حاجه، مش هقول السبب. امبارح ما توفقتش ان انا اطلع اللايف ده واتكلم، مع ان انا كنت شايف ان الجمعه ممكن كانت تبقى انسب يعني. فده مش دي مش حاجه يعني، ده انا كنت حابب ان يبقى في نوع من انواع الدردشه. اتمنى ان انا ما كنتش قلت فيما يخص الاجور شيء يزعل حد او يشوف منه انتقاص من مهنه الهندسه او من المهندسين، بس انا بتكلم عن الطريقه اللي احنا نستفيد بيها من السنوات العجاف اللي بيبقوا في الاول. كلنا بنمر بسنوات عجاف كده اول ما بنتخرج، من ندرة الشغل وصولا الى قلة الاجر بعد ما نلاقي شغل. يعني يطلع عينينا عشان نلاقي شغل، وبعد ما يطلع عينينا عشان نلاقي شغل يطلع علينا عشان نعرف نعيش بالاجر القليل اللي بنتقاضاه. اللي هو انا بقول ان هو يعني انا زيكم، هو مش عادل وانا مريت بالتجربه دي وطلع عينيا، ولكن انا ممكن ببص لنص الكوبايه اللي مليان، اول اجر زي الزفت. طب انا ازاي اقدر اطور من الاجر ده وارفعه؟ فانا بديك السكه او بديك سكتي اللي انا مشيت فيها، على امل انك انت تستفيد منها باي شكل من الاشكال. بشكركم جزيلا، كل اللي كانوا موجودين، اللي انا ما اعرفش بصراحه العدد اللي كان بيتفرج على اللايف كام، لان ده مش ظاهر لي. بس بشكركم جزيلا ان كنتوا بذلتهم من او اديتوني من وقتكم شويه عشان تسمعوني وانا قاعد بدردش معاكم. آه ان شاء الله نحاول نكررها كل فتره كده وما نطولش. هندسه انا اشتغلت مهندس جوده محطه خرسانه طرق وتربه، هل اكمل في مجال الجيوتكنيكال تصميم ام فرص الشغل في المجال ده صعبه؟ مجال الجيوتكنيكال تصميم، انا ما اعرفش ايه مجال الجيوتكنيكال ده تصميم، بس ما اعرفش يعني ايه. ام فرص الشغل في المجال ده صعبه وكمل في الجوده.
انت كده يعني شغال مهندس جودة في محطة خرسانة، دي شغلانة جميلة جدا. انا لسه كنت قاعد مع مع واحد يعني والله جمعتني بيه الصدفة. آه، بيننا وبينه شغل يعني، فانا كنت رايح المفروض ان انا ويتنس يعني على شغلانة، فرايح فلقيته بيسلم عليا وبيقول لي ان هو متابع ومش عارف ايه. وكنت مبسوط جدا لانها اول مره تحصل معايا، مش من المرات الالهيه، اول مره تحصل معايا. فكنت مبسوط جدا ان انا قدرت ان في حد يعني اقابله يعرفني. فقعد حكى لي بصراحه، وهو اعتقد ان هو دفعه 2017 او حاجه زي كده، بس ولد شاطر جدا. ومجال محطات الخرسانه ما بيقفش، يعني الخرسانه ده شيء ما بيقفش يعني. ارجع لحلقه الدحيح اللي كان بيتكلم فيها عن الخرسانه وكميات الخرسانه او الاسمنت تحديدا اللي بتتصنع في العالم. فلا هو مجال مش بيقف ولا هيقف ان شاء الله، مجال كويس جدا. في محطات ضخمه وبسيستم رهيب من غير ما ادخل في اسامي يعني، بس اكيد لو انت شغال في محطه خرسانه اكيد انت عارف انا اعني مين. لا انا بصراحه لو اعرف مجال الجيو تكنيكال تصميم كنت افدتك او قلت لك هو حلو ولا وحش، بس انا ما اعرفش. هل انت كده قصدك شغل الجسات وتقارير التربه والكلام ده؟ مش متاكد يعني من معنى الكلمه. بس لا، مجال جوده المحطات مجال كبير وليه ناس تقيله بيفهموا في الماتيريال بطريقه. انا بقف يعني، عايز اقول لك انا حضرت موقف كده، كنت واقف بتعلم من المهندس وهو بيظبط حاجه كده في المكعب. فلا يعني ده مجال ضخم، بس الا بقى لو انت مثلا الشغلانه اللي انت شغال فيها الموضوع فيها عباره عن حط المكعب في الجهاز وطلعه والكلام ده، اللي هو ما بنقدمش فيه جديد يعني. بس لا، في ناس تقيله، واللي بيبقى فيه تقيل بيقدر ياخد فرصه بشكل كويس عشان هو مش كل الناس بتشتغل. فانه دي من الحاجات الندره الكويسه يعني، انك انت تشتغل تخصص ما فيهوش ناس كتير، فالتنافسيه فيه بتبقى قليله، فانت بتقدر تكون في حاجه ولو انت مميز فيها هتظهر بشكل كبير. أه بس كده، انا مش عايز ادوشكم اكتر من كده. اتمنى ان ما كنتش ما كانش دمي ما يبقاش تقيل عليكم. دي مجرد دردشه. ان شاء الله اشوفكم على خير. ولو في اي اسئله ممكن حتى نبقى نجاوب عنها نصيا يعني، او مش لازم تبقى في لايف، بس هحاول ان احنا على الاقل مره في الشهر كده نطلع ندردش مع بعض. شكرا جزيلا ليكم. انا محمد الدرملي، وده شغل جامد. السلام عليكم.